السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة حسن رضوان التعليمية. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع الدرس الرابع في الفوتوشوب، والدرس إن شاء الله عن زوم، أداة الزوم في الفوتوشوب، وعمل زوم إن وزوم أوت أو تقريب وتبعيد الصورة. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق القائمة فيو، عن طريق عمل زوم إن أو زوم أوت أو فيت أون سكرين. ويمكن أيضا أن يتم ذلك باختصارات لوحة مفاتيح كنترول زائد لعمل زوم إن، وكنترول وناقص لعمل زوم أوت، أو كنترول الضغط على زيرو لعمل فيت أون سكرين أو ملائمة الصورة المعروضة للشاشة أو لمساحة العمل، أو كنترول واحد لعمل تكبير 100% أو عمل تكبير 200%. كما يمكن أن يتم أيضا التكبير والتصغير عن طريق النافيجيتور، وبالضغط على المثلثين الصغيرين في اليمين فيتم تكبير الصورة، وفي اليسار بالضغط على المثلثين يتم عمل تصغير للصورة. ويمكن أيضا أن نلاحظ في 3 أماكن نلاحظ درجة التكبير أو التصغير للصورة أو درجة الزوم من شريط التاب الخاص بالصورة، ومن النافيجيتور هنا في هذا المربع الصغير، ومن هذا المربع الصغير الخاص بدرجة الزوم أسفل مساحة العمل. كما يمكن أيضا استخدام أداة الزوم الخاصة بالزوم من شريط الأدوات، وهي هذه الأداة. وممكن أيضا استخدام هذه الأداة بالضغط على مفتاح زت من لوحة المفاتيح، حيث تكون كل ضغطة بالماوس تقوم بتكبير أو بعمل زوم إن للصورة، وكل ضغطة بالماوس مع الضغط على مفتاح ALT تقوم بعمل زوم أوت. ولكن تتميز هذه الأداة وهذه الطريقة بعمل زوم في المكان المراد من الصورة، حيث نجد أن كنترول زائد وكنترول ناقص تقوم بعمل تكبير وتصغير للصورة من المنتصف. أما أداة الزوم فهي تقوم بعمل تكبير وتصغير للصورة في المكان المراد تكبيره وتصغيره. فمثلا يمكن تكبير هذا الموقع بالضغط عليه فتقوم بتكبير المكان المحدد هكذا. ولعمل زوم أوت نضغط على مفتاح ALT من لوحة المفاتيح ونقوم بعمل زوم أوت لهذا المكان. كما يمكن أيضا استخدام بكرة الماوس لعمل زوم إن وزوم أوت. وتتميز بكرة الماوس بأنه يمكن استخدامها حتى لو تكون تستخدم أي أداة أخرى. فمثلا لو نستخدم أداة الماركيو تول مثلا، يمكن من خلال الضغط على مفتاح ALT والضغط على بكرة الماوس إلى الأمام فتقوم بعمل تكبير، والضغط على وتمرير بكرة الماوس إلى الخلف تقوم بعمل تصغير للصورة. وتتميز هذه الأداة أيضا بأنها تقوم بعمل زوم إن وزوم أوت في المكان المحدد التي يوجد عليها مؤشر الماوس. فيمكن كما تلاحظون يتم التكبير أو عمل زوم إن في المكان الذي يوجد عليه مؤشر الماوس عن طريق الضغط على مفتاح ALT من لوحة المفاتيح وتمرير بكرة الماوس إلى الأمام، وتمريرها إلى الخلف يقوم بعمل زوم أوت كما تلاحظون. كما يمكن أيضا أن نقوم بعمل تكبير وتصغير للصورة بشكل أكثر دقة وبطريقة أكثر دقة، وهي من
المربع الصغير أسفل الصورة، حيث نقوم بتظليل هذا المربع وإدخال القيمة التي نريدها. مثلا ندخل 75%، 75، ولكن نجد أنها لم يتم تطبيق النسبة المكتوبة، لأنه لابد من الضغط على مفتاح انتر من لوحة المفاتيح. نقوم بعمل تكبير بالنسبة المكتوبة أو الموضوعة في المربع. كما يمكن أيضا وضع النسبة المحددة هنا والتحكم في زيادتها أو النقصان فيها من أسهم الموجودة في لوحة المفاتيح، السهم العلوي والسهم السفلي. فيمكن بالضغط على مفتاح السهم العلوي نجد أن القيمة تزيد، وبالضغط على مفتاح السهم السفلي نجد أن القيمة تنقص بدرجة 1%. ولكن لا يتم أيضا تطبيق هذه القيمة المدخلة، فنقوم بالضغط على مفتاح شيفت وانتر ليتم تطبيق القيمة، وتظل هذا المربع مظلل للتعديل عليه. فيمكن أيضا أن نزيد القيمة بالسهم العلوي ونضغط شيفت وانتر فيتم التكبير، ولكن تظل القيمة مظللة للتعديل عليها. أيضا نضغط شيفت وانتر، وكل مرة نقوم فيها بزيادة، فكلما نضغط على السهم العلوي يزيد قيمة الزوم بدرجة 1%. ولتطبيق هذه القيمة نضغط شيفت وانتر حتى نستقر على القيمة التي نريدها، ثم نضغط انتر فقط فيقوم بتطبيق القيمة وإزالة التظليل من على قيمة الزوم من هنا. كما يمكن أيضا باستخدام أداة الزوم أن نكبر منطقة معينة عن طريق عمل سيلكت أو تحديد للمنطقة التي نريد أن نقوم بعمل زوم إن لها بوضع ملء الشاشة. فنجد أن المساحة الموجودة في السيلكت أو المحددة تكون بمجرد ضغط زر الماوس الأيسر نجد أنه يتم عمل تكبير أو زوم إن لها حتى تكون هي بملء الشاشة. فنقوم بتطبيق هذا الأمر مرة أخرى حتى يتضح. في أثناء اختيار أداة الزوم نقوم بالتحديد بأداة الزوم بالضغط عليها مع الضغط على زر الماوس الأيسر والسحب حتى يتم تحديد مربع أو مستطيل أو المساحة التي نريد تحديدها. وعند ترك زر الماوس الأيسر نجد أن هذه المساحة هي التي تكون في وضع ملء الشاشة. فعند ترك زر الماوس تكون هذه المساحة في وضع ملء الشاشة. فهذه أيضا من وسائل التكبير والتصغير. كما يمكن استخدام شريط الأوبشن بار الخاص بالزوم. فهنا نجد زوم إن، وبالضغط على الاختيار الثاني نقوم بعمل زوم أوت بالضغط على زر الماوس الأيسر. كل ضغطة تقوم بعمل زوم أوت، والعكس عند اختيار زوم إن كل ضغطة على الماوس تقوم بعمل زوم إن. كما نلاحظ أن الاختيار زوم أول ويندو عند تنشيطه يقوم بعمل تكبير أو زوم إن وزوم أوت لكل الصور الموجودة في الفوتوشوب. فنجد مثلا الصورة هنا صورة القلعة درجة الزوم لها 66.7، وهذه الصورة درجة الزوم 12.5، وهذه الصورة درجة الزوم 12.5 أيضا. فعند التعامل مع الصورة الأولى
وتنشيط هذا الاختيار وهو زوم اول ويندو. عند عمل تكبير مثلا هنا أصبحت 200%. نجد في الصور الأخرى أيضا تم التكبير على جميع الصور. فنزيل هذا الاختيار للتعامل مع الصورة المحددة فقط. كما يمكن إدخال القيمة أيضا في المربع أسفل النافيجيتور هنا، فيمكن أن ندخل القيمة المحددة مثلا ولو يكن 80%، ونضغط على انتر أو نضغط على شيفت وانتر كما. ويمكن أيضا التحكم فيها بالأسهم، السهم العلوي والسهم السفلي يقوم بزيادة بنسبة 1% أو بتصغير بنسبة 1% أيضا. يا رب الدرس يكون عجبكم وقدرنا نوضح أدوات الزوم في الفوتوشوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.